تعزيز الروابط الوطنية اقتصاديا واجتماعيا ثقافي، والذي نتبادل التهاني مع فخامة الأخ الرئيس بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر و14 من أكتوبر، معبرين عن سعادتهم بالالتقاء بفخامته وبانعقاد المؤتمر العام الثالث الذي يشارك فيه ممثلون للمغتربين في أكثر من 45 بلد، حيث سيناقش القضايا والموضوعات التي تهم المغتربين اليمنيين وهمومهم وتطلعاتهم، مشيرين بأن انعقاد المؤتمر يأتي انعكاسا لاهتمام الدولة بأبنائها المغتربين ورعايتهم، مؤكدين بأن المغتربين سيظلون وكما هو العهد بهم خير ممثلين للوطن في غربتهم وجنود البناء والتنمية. وقد تحدث فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الإخوة المغتربين قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب ترحيبا حارا بالمندوبين للمغتربين في العالم العربي والإسلامي والدول الأجنبية، فنرحب بسفرائنا في الخارج وهم أعلى درجات أن يمثلوا اليمن خير تمثيل، فنرحب بكم في وطنكم ونشد على أيديكم وعلى نجاح مؤتمركم للمغتربين، شاكرين وممنونين للإعداد الجيد من قبل وزارة المغتربين لعقد مثل هذا المؤتمر. ولقد قررنا أن يكون مثل هذا المؤتمر يوم 10 من أكتوبر هو يوم المغترب اليمني. على أن تقام كل الفعاليات في مثل هذا اليوم في الداخل والخارج وبشتى الوسائل الممكنة لالتقاء المغتربين بعضاتهم البعض والتحدث مع بعضاتهم البعض ومناقشة قضاياهم، زائد مشاركة البعثات الدبلوماسية في الخارج أن تكون مع مغتربين في الخارج للرعاية والاهتمام بالمغترب اليمني. سمعة المغتربين اليمنيين سمعة عظيمة وجيدة وراقية. كلما ذهبت إلى أي دولة أسمع من الدول الشقيقة والصديقة عن أمانة المغترب اليمني وعن مصداقيته وعن سلوكها الحسن، فأنتم تمثلوا اليمن خير تمثيل. نشكركم على أدائكم الجيد والممتاز، ونحث سفاراتنا في الخارج أن تكون مقتربة منكم وتتناول قضاياكم أولا بأول وترسلها عن طريق وزارة المغتربين ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة مع رؤساء السلطات المحلية في المحافظات. لأنه الكثير منكم مشدودين إلى الوطن وإلى هموم الوطن، إلى همها الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي، فنثمن تثمين عالي هذا الروح الوطنية العالية لأبنائنا في الخارج، والعدد ليس بقليل، العدد كبير في الخارج. اهتمامكم بالأوضاع السياسية والاجتماعية، حبكم لوطنكم وللتربة اليمنية، حبكم لوحدتكم، حبكم لأمن واستقرار وطنكم، فنقدر عاليا هذا الموقف الرائع من أبنائنا في الخارج. لا بد من إنشاء بنك للمغتربين، بنك للمغتربين، وتكون هناك مساهمة في إنشاء مثل هذا البنك، وذلك للاستثمار ورعاية المغتربين والاهتمام بقضايا المغتربين. بنك يكون له مكانة وسيحظى بدعم ورعاية من قبل الحكومة. على وزارة الداخلية والجوازات والجمارك والضرائب أن تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمغتربين أثناء دخولهم وخروجهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتقدم لهم كسفراء لليمن، كسفراء لوطنهم. لقد التقيت بعدد من الجاليات اليمنية في الخارج في أمريكا وبريطانيا
والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، ووجدت سمعتهم سمعة رائعة وجيدة وممتازة.